يلا بينا بقى النهاردة هنعمل مع بعض أكلة شتوية بامتياز. بس مش هنعملها بقى بلحمة ولا هنعملها بفراخ. النهاردة هنعملها بالجمبري. في الأول كده هنجهز الجمبري بتاعنا، هنغسله كويس جدا، هنقصقص الشنبات بتاعته، هنفتح الظهر بتاعه، هنطلع منه كيس الرمل. وطبعا الخطوات دي احنا عملناها مع بعض أكتر من مرة على الصفحة، ومش لازم جمبري كبير أي حجم. هنجهز بقى شوية خضار، فلفل ألوان وقرنين 3 كده فلفل حار، لان الاكله بتاعتنا النهارده لازم تكون سبايسي جدا. هنجيب بقى الحله بتاعتنا الجميله ونضيف فيها معلقه كبيره من الزبده وحوالي 3 4 معالق من الزيت. هننزل عليهم بقى بمعلقه كبيره من التوم، وتوصوا يا جماعه بمعلقه التوم دي. اول لما نشم ريحه التوم هننزل بكل كميه الجمبري. وهنا بقى لازم النار تكون عاليه جدا، على اعلى نار على البوتاجاز. هنشوح في الجمبري لحد لما ياخد لون بالشكل ده. هنكون مجهزين عندنا بقى معلقة ملح ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة، مش هنضيف أي بهارات تانية، هو ملح وكمون وكزبرة بس. هننزل عليهم بقى بالفلفل اللي احنا قطعناه، والفلفل الحار هنستنى عليه شوية. أنا قطعت قرن واحد بس كده من الفلفل الحار عشان ما تكونش سبايسي قوي، وباقي الفلفل هحطه زي ما هو سليم. هنشوح الجمبري بتاعنا على نار عالية بالظبط يا جماعة 5 دقايق. أهم حاجة النار تكون عالية جدا. بعد كده هنطلع الجمبري على طبق، وهيتبقى بقى في الحلة شوية بهاريز كده مع توم مع المادة الدهنية اللي احنا حاطينها. هننزل عليهم ببصلاية بقى متقطعة قطع صغيرة، وهنسيب البصلة بالظبط كده 5 دقايق لحد لما تدبل. هنضيف عليها بقى معلقتين كبار من صلصة الطماطم، وبرضه هنشوح الصلصة بتاعتنا بالظبط دقيقتين 3 كده على النار. وهنكون مجهزين عندنا 1.5 لتر من عصير الطماطم. هنغطي بقى ونسيب الصلصة بتاعتنا تتسبك. هنجهز بقى الخلطة السرية اللي بتنقل الطعم بتاعها في حتة تانية خالص. هنجيب بقى حوالي 4 5 فصوص من الثوم، قرنين فلفل حار، شوية شبت مع كزبرة مع كرفس. هنضيف عليهم معلقتين 3 من الزيت وهنفرمهم ناعم جدا. هنضيف عليهم بقى نص معلقة ملح ونص معلقة كمون ونص معلقة كزبرة ونص معلقة فلفل اسود. وهنا كده خلاص بقى زي ما انتم شايفين الصلصة بتاعتنا اتسبكت وتقلت معانا بالشكل ده. هنضيف برضو معلقة ملح ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة، مش هنحط اي بهارات تانية. هنشيل بقى طبق كده من الصلصة بتاعتنا، لاني النهاردة عاملة طبختين بنفس الصلصة. هشيل بقى طبق كده على جنب، وباقي الصلصة اللي عندي هضيف عليها بقى مية سخنة. وطبعا بقى كمية المية على حسب انتوا هتعملوا كمية مكرونة قد ايه. هنضيف عليهم بقى معلقة كبيرة من الدقة اللي احنا عملناها، اللي هي الكزبرة مع التوم مع الفلفل الحار مع الزيت. دي بتنقل بقى طعم الصلصة يا جماعة في حتة تانية خالص. هننزل كمان بالفلفل الحار وتلات ارباع كمية الجمبري، وهنديلهم تقليبة ونص معلقة من السكر، وهنظبط الملح بتاعنا. هنسيب بقى الجمبري يغلي غلوتين 2 بس في قلب الصلصة، وبعدين هننزل عليه بالمكرونة. انا عاملة كيلو من المكرونة. اهم حاجة يا جماعة ان المية تكون مغطية المكرونة بحوالي عقلتين صباع. طبعا هنغطي الحلة بتاعتنا، هي بتاخد بالظبط كده على النار من 7 ل8 دقايق. هنغطي الحلة بالظبط أول 4 دقايق، بعد 4 دقايق هنفتح الحلة ونرجع نديلها تقليبة تانية، ونرجع نغطي لحد بقى لما تلاقوا ان المكرونة استوت والحلة بدأت تبقبق معاكم بالشكل ده. جبت بقى طاجن حطيت فيه باقي كمية الجمبري اللي عندي علشان اعمل طاجن مكرونة بالجمبري. عايزة اقول لكم بقى ان انتوا لو جربتوا طاجن المكرونة بالجمبري ده مرة واحدة بس هتنسوا خالص بقى المكرونة باللحمة المفرومة والمكرونة بالفراخ. جبت بقى الصلصة اللي احنا شلناها على جنب، حطيت عليها معلقة صغيرة من السكر، وهنظبط الملح بتاعنا. حطيت برضو شوية ملح وشوية كمون صغيرين كده، وعليها بقى المية ومعلقة كبيرة من الدقة اللي احنا عاملينها بتاعة الكزبرة والثوم. وهننزل بقى بالمكرونة كده فوق الجمبري، وهنظبط الطاجن بتاعنا وعلى الفرن على طول. اهم حاجة زي ما انتم شايفين كده المية تكون مغطية وش المكرونة. هنغطي الطاجن بتاعنا وعلى الفرن بالظبط كده من 15 ل 20 دقيقة. والخطوة بتاعة الجبنة الموتزاريلا دي يا جماعة خطوة اختيارية، بس أنا بحبها جدا جدا جدا. هنحط بقى كده على وش الطاجن بتاعنا شوية من الجبنة الموتزاريلا، وندخله الفرن تاني بالظبط كده دقيقتين 3، أو حتى لو ما دخلتهوش الفرن هي الجبنة هتبدأ تسيح كده على السخونة بتاعة الطاجن. وطبعا بقى يا جماعة المبكبكة القمر بتاعتنا دي بتنزل من على النار على طول تتاكل. أكلة شتوية بامتياز، وطعمها يا جماعة خطير. بس أهم حاجة تعملوها بنفس الطريقة ونفس الخطوات اللي في الفيديو، وهتاكلوا أحلى وأجمل مبكبكة بالجمبري أكلتوها في حياتكم حرفيا. وأنا بحب المبكبكة جدا بقى يا جماعة، سواء كانت بلحمة أو فراخ أو بجمبري. أكلة حلوة كده ومنجزة وكلها في حلة واحدة. الطاجن القمر بتاعنا بقى كده بعد لما الجبنه ساحت، انا ما دخلتوش الفرن، هي الجبنه ساحت على السخونه بتاعه الطاجن على طول. بقى هنروح قلبين الطاجن بتاعنا وهو لسه سخن. وعايزه اقول لكم يا جماعه الطاجن ده بينزل في قلبي مش في معدتي. المبكبكه في حته والطاجن ده في حته تانية خالص. وطبعا زي ما قلت لكم الخطوه بتاعه الجبنه الموتزاريلا دي خطوه اختياريه، بس لاني عامله الطاجن ده ليا فانا بحبه جدا جدا بالجبنه الموتزاريلا. وبس كده بقى خلاص خلصنا، والفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم. وما تنسوش يا جماعة لو الفيديو عجبكم تعملوا ايه؟ تعملوا لايك وشير للفيديو. وبألف هنا مقدما، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.